اوبا ليفا ستايل. ليفا ستايل. اوب 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 اوبا ليفا ستايل. ليفا ستايل. اوبا ليفا ستايل. ملاحظة: كادر برنامج ليفا يعمل وفق المثل الشعبي من حبك لا شاك، لذلك كل اللي يطلعون بالبرنامج احنا نحبهم ونحب نتشاقى وياهم. وللتنويه فقط، احنا نشتغل حسب المادة 38 من الدستور العراقي، تقدرون تشوفوه. كل ما تجي الانتخابات تبدي تطلع الشعارات، يمكن حاطين الفجل كان ابو ال20 او برميل ما طرشي شي، بحيث من تجي الانتخابات يفتحوه، انتخابات طلعوا لنا الشعارات يلا محتاجيها. المرشح قبل الانتخابات: ابوس ايدك انتخبني، اصير لك دقمه بقميصك. بعد الانتخابات: ابوس ايدك ربع ساعه الكهرباء بس اشغل المبرده، المره راح طلقني. البرامج اللي يستخدمها المرشحين مال انتخابات مجالس المحافظات مال 2013 هي نفسها مال السومريين والاغريق والبابليين والسوالف هاي. راح أخدم المواطن البابلي والسومري وأسوي لكم جنائن معلقة لخ إضافة إلى الجنائن الأخرى، وراح أبني لكم أسد دبل فاليوم بس انتخبوني. هاي السوالف مال خدمة الوطن وأني شريف والباقيين كلهم مخوش وادم وسوف، وهاي السوف إذا ألزمها ما راح يضل واحد ما متعين، ما راح يضل واحد ما يشتغل لأنه راح يصير استثمار من أجل مستقبل أفضل. التعليقات مضمون تمشي كل مصاريفك على الدولة. منع البطالة، توفير فرص العمل، والأرامل والأيتام وكل امرأة بلا معين. ونحن بالقول القليل نعمل الكثير. تشغيل الباطلين على العمل. وشفتوا النتيجة شلون تقدمنا نحو الأحسن. المفروض يتعلمون من أخطاء الماضي، ما أعتقد راح يعيدون نفس القوانين مال التجارب الانتخابية السابقة بهاي الانتخابات. سنسعى جاهدين لكي أقدم خدماتي والاستقامة طريقنا. توفير عجلة الخدمات بكل أشكالها وبالشكل اللائق. طموح لخدمة محافظ الديوانية والنهوض بواقع الإعمار وخدمة الناس وخدمة المدينة. الصدق معكم الأعمال أعلى صوتا من الأقوال، لكن ضميركم الحي سيكون الحكم. بدأنا الطريق معا بثقة وسنكمله معا لننجز الباقي. لا مستحيل، هم خدمة الوطن وأنا أشرف واحد؟ معقولة؟ أوقف شوي، ارجع شوي خلينا نشوف فيديو مال بستان. بدأنا الطريق معا بثقة وسنكمله معا لننجز الباقي. بغض النظر عن القاط اللي شوية كان كبير زيادة عن اللزوم، هو قال انه بدأ الطريق بثقة لينجز الباقي، بس التيل مال الكهرباء معوج والشارع محفور واكو فيكتورا موديل 90 مضروبة بتشم وواقفة لي ورا ومبين الاكسب مالتها قايم، يراد موديل لسه مكرم مبين ذاك هو. وبنهاية الإعلان الانتخابي مطر. أحمل والديك، هي مال مطر، ترى احنا غرقانين من الأساس، نسينا ايش صار بآخر مطرة؟ لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر. أخونا المرشح عنده كثافة بإنتاج الإعلانات وسوء توزيع الأماكن، المناطق اللي مختارها كلها غير ملائمة لأن تكون إعلانات انتخابية بتاتا، ترى من تكون شرح لمعاناة المواطن ويا الخدمات مثلا. مرات المرشحين يختارون الأماكن الخاطئة لنشر إعلاناتهم، مثل صاحبنا اللي يريد الميتين ينتخبوه. وآخر لجأ إلى المقابر للترويج لدعايته الانتخابية. زين هو حاط صورته بالمقبرة، يا ترى ما هو السبب؟ هل إن المتوفيين سوف يعودون للحياة وراح ينتخبوه مثلا؟ بقى زحمة ايش التخبين وين؟ صارف عليها فلوس هاي مو ببلاش، مال بوقه هو. ولا تنسون تنتخبون ابو القاعة. زين ما هي نوع القاعة؟ بليارد، بلاي ستيشن، فواتح، اعراس، نحتاج شرح اكثر. وش راح تسوي لنا من تفوز؟ تخلينا نزبط شوبي ببلاش؟ ما لفت انتباهنا ايضا المرشح اللي طلع اسمه مذكور بالقرآن. يعني اذا ما انتخبناك راح اروح للنار؟ لا نحتاج الى مرشح تكون عنده خبرة علمية، يكون صاحب شهادة قوية،
يكون صاحب اختصاص. كلية آداب، تطوير زراعي، تحليلات مجهرية، علوم حاسبات، نضيف لها كليتين اللي هي الإدارة والاقتصاد، وأيضا ما ننسى صيدلة الحاسبات. تصير عندنا مجموعة خبرات متراكمة في إنسان واحد. نعم يا إخواني، إنه 5 أجزاء حملية اتحدت بجسم واحد. يعني بعض الدعايات الانتخابية تحسها حزورة. ناخذ نظرة سريعة على الشعارات الانتخابية. شعار لنبني معا. ليش نبني معا؟ مو انتم راح تستلمون الرواتب لو احنا، انتم ابنوا. شعار لنبدأ الآن. لا صار لكم 10 سنوات ايش تسوون؟ تلعبون جلقة؟ من أجلكم جئنا. احلف، قول والله، سوي هيك، سوي هيك، سوي هيك، سوي هيك، سوي هيك. عابرون، ما راح تعبرون، خليكم قاعدين هنا. يا جماعة بهالمناسبة ونيابة عن جميع كادر برنامج ليفا نطالب بترشيح رشحي انتخبك والله. اوبا ليفا ستايل، ليفا ستايل، اوب 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 اوبا ليفا ستايل، ليفا ستايل، اوبا ليفا ستايل.